سلام فراشاتي، وش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير واموركم طيبه. اول حاجه نبدا بها انه نتمنى لوليداتكم كامل اللي راهم يجوزوا في البيان بلون التوفيق والنجاح ان شاء الله. وتاني حاجه نذكر الاخوات اللي مازالوا ما انضموش لعائلتنا يديروا متابعه للقناه ويفعلوا زر الجرس هكا بيوصلهم اي جديد. ودرك نرجعوا لهذا التحفه الفنيه اللي راكم تشوفوا فيها في لا فيديو. هي إحدى التحف الفنية اللي كاينين في قناتي، واللي كنت تعمدت نعطيها اسم برج الجزائر هكا باه تقعد التسمية لحلوى جزائرية 100%، لأنه الصراحة كرهنا من السرقة. هيا ما نطولش عليكم بزاف ونبداو في الوصفة تاعنا ونقولوا بسم الله. أول حاجة نبداو بها راح نخدموا العجين. عندنا 4 كيلات فرينة مغربلة، بانسي تاع ملح، كيلة سمن دايب وبارد. شوفوا فراشاتي كاين زوج وصفات، تحبوا ديروا 4 كيلات فرينة بكيلة تاع سمن، ولا تحبوا ديروا 3 كيلات فرينة بنص كيلة سمن، راح تخرج لكم كيف. انا اليوم راني خدمت ب4 كيلات فرينة بكيلة تاع سمن. ملعقة كبيرة ملون ابيض من المستحسن تشريو تاع الميزان. نفرغوا الكيلة تاع السمن في لافارين، سيو كيفاش نبسو مليح هذيك لافارين، وسيو كيفاش تدخلوا مليح هذاك اللي دام في الفارينه، تمحروها بين يديكم كما راكم تشوفوا في لا فيديو. انا راح نلم العجينه تاعي بما ورد مقطر ولا ما ورد عادي، وانتم لكم الاختيار، تحبوا ديروا بما زهر حاجتكم. بالنسبه للما ورد لازم يكون سخون، علاه ما يصراش الشوك مع السمن ويتكتل ولا تتكتل معنا هذيك لافارين مع السمن. من الاحسن ما ورد ولا ما زهر اللي تستعملوه تسخنوه داكوردو، وتبداو تحطوه بشويه وتلموا. سيو كيفاش ديروا العجينه ماهيش جاريه وماهيش ناشفه. كي نتحصلوا على العجينه المطلوبه نجيبوا ساشي اليمونتير ولا فيلم اليمونتير ونحطوا هذيك العجينه تاعنا فيها ونخليوها تروبوزي لو طون اللي نروحوا نديروا الحشو. نجيبو ان ريسيبيون نحطو فيه 3 كيلات لوز بودرة، كيلة ماشي معمرة سكر غلاس، فاني اللي متواجدة عندكم، انا درت عطر الفاني. وراح نلمو كل هاد النواشف بياض البيض فقط، بياض البيض بلون دوف. ملاحظة فقط للمبتدئات، عندكم تحطوا بكونتيتي كبيرة، يعني نقصد بياض البيض حطوا بالقطرة، وسيو كيفاش تخلطوا مليح لانه راح تخدعكم، تبالكم باللي راهي ناشفه ميك لازم تخلطوا مليح، راح تتلم معاكم بكل سهوله بكميه قليله تاع بياض. وبالنسبه لنكهه الفراوله انا نحب نحطها من بعد، نورمالمون المتابعين الوفيين تاعي يعرفوا العقليه. مين نتوما لا كان تحبوا تحطوها في الديبي حطوها في الديبي. في المرحله الجايه راح نحتاجو تاني بياض البيض، نسجيوها نحطوها كوطي عفوا. راح نخدمو كاباري يعني مثلث فيه 21/8، ولازم يكون مثلث قائم. بعد ما حلينا العجينه تاعنا رقيقه خلاص كما راكم تشوفوا، راح نقصو العجينه تاعنا على حساب المثلث هذاك اللي خدمناه، نحطو ونقصو بكل سهوله. بالنسبه للاخوات اللي يحبوا الحواشي تجي مشرشفه تقدروا تقصوا بالجراره، انا صراحه ما نحبش، نحب سامبل. في الحبه الواحده راح نحتاجوا مثلثين بالعجينه ومثلث بالحشو. وبالنسبه تاني للاخوات اللي يحبوا الحبه صغير على هذه، ما عليهم غير ينقصوا في المثلث، يعني احنا درنا 21/8، يقدروا يديروا 18/7، تقدروا ديروا وما تقدروش ديروا قل من 15 لانه الحبه راح تجيكم صغيره خلاص ومش راح يبان الديزاين هذاك. يعني كي تدوروها على قد ما تجي قصيره على قد ما تجيش، على قد ما تجي ماشي مليحه بلوتو، يعني على قد ما يجي الطول تاع المثلث طويل على قد ما تجي مدوره بزاف وعلى قد ما تجي باهيه.
نورمالمون فهمتوا عليا. كيما راكم تلاحظوا نديروا مسحه خفيفه ببياض البيض، ما تكتروش بزاف، وراح نحطوا العجينه تاعنا. نعم تجيكم قصيره شويه، سيو كيفاش تجبدوها برك بصوابعكم كيما راكم تشوفوا. لازم تجي العجينه قد الحشو. هذه الملاحظه راهي مهمه جدا. وبياض البيض بيان سور راح يساعدكم باه تقليسي العجينه فوق الحشو. نفس العمليه اللي درناها في الوجه الاول راح نديروها في الوجه الثاني تاع مثلث الحشو. وهكا نكونوا تحصلنا على هذا المثلث اللي فيه الحشو من داخل والعجينه على الجهتين. في المثلث القائمه هذا تاعنا عندنا ضلعين تاع الزاويه القائمه، واحد صغير وواحد طويل. هذاك الطويل نحطوه فيه بياض البيض وندورو بكل سهوله حتى نتحصلوا على هذا الشكل. ملاحظه فقط بالنسبه للزاويه القائمه، كنت ديروها ساعات ادروات وساعات اغوش مش راح تجيكم نفس الديزاين. تجيكم حبه مدوره جهه اليسرى وحبه مدوره جهه اليمنى. لكن حابين تخلطوا ديروا ساعه هك ساعه هك، ولكن حابين الحبيبات تاعكم كامل يجيو نفس الشكل لازم تحطوا الزاويه القائمه هذيك ديما ادروات، ولا الزاويه القائمه هذيك ديما اغوش. نورمالمون فهمتوا عليا. انا تعمدت ندير حبيبات ادروات وحبيبات اغوش هكا باه في التصوير تجيني الصوره باهيه. راح نخدم معاكم اكثر من حبه هكا باه تشوفوا الطريقه مليح وتفهموا كيفاش راني نخدم. ملاحظه مهمه تاني فراشاتي بالنسبه للحشو، ماشي اشاك فوا تطرحوه على سمك معين. يعني ساعة تطرحوه 3 مليمتر، ساعة نص سنتيمتر، ساعات لازم تحكموا نفس ليبيسور، يعني نفس العلو. كنت ديروا مرة الحشو خشين ومرة رقيق، اوتوماتيكمون الحبات تاعكم مش راحين يجيو نفس الحجم. ديروا الحشو تاعكم خشين راح تجي الحبه تاعكم كبيره وتجي ميشونط، يعني ماهيش باهيه. وكون ديروه رقيق خلاص تاني تجيكم الحبه طويله ورقيقه وما تجيش تاني باهيه. لازم ديروا ليبيسور اللي راكم تشوفوا فيه في لا فيديو، يعني 4 مليمتر ما تزيدوش. وكما راكم تشوفوا في لا فيديو شفتوا كيما حطيت العجينه فوق الحشو، هذاك الهواء كامل لازم يخرج، ما لازمش يقعد كيما راه. لازم تجي العجينه لاصقه مليح في الحشو. اي بلاصه فيها هواء لازم يخرج. راكو تشوفوا فراشاتي في الحشو نفس ليبيسور، يعني نفس العرض من فوق حتى لتحت، ماشي بلاصه خشينه وبلاصه رقيقه. هاكو على بالكم فراشاتي ديما نقولكم على فينيسيون ثم على فينيسيون ثم على فينيسيون. مام كي تدوروا الحبه تاعكم ما تدوروهاش كيف نقول حنا تلضوا تتكاو عليها بزاف وتدوروا. لازم تخليو شويه الفيد لداخل. علاه؟ باه نمدوا فرصه للحبه تاعنا من بعد كندخلوها للفور الطيب، هذه برومييرمون. ودوزيامون كي نعسلوها ثاني باه تدخل العسيله تاعكم لداخل والبرا، باه نضمنوا ضمان تام الحبه تاعنا مش راح تستحل كي طيب من بعدها. من الاحسن نديرو كوردون في النهايه تاع الدوره، يعني في النهايه تاع المثلث تاعنا، باه يحافظوا الحبات تاعنا على شكلهم في الطياب. لازم يباتوا ليله كامله حتى لوندوما باه نطيبوهم من فوق ومن تحت على درجه حراره 160 درجه مئويه. بعد ما نخرجوهم من الفوغ ديريكتومون نحطوهم في عسل اللي نحطوا لها شويه تاع ما ورد. يعني حنا رايحين نعسلو الحلوى تاعنا بالعسل، ما نخففوهاش. هذيك القطرات تاع ما ورد جوست باه نكهو العسل تاعنا. انا حابه الحلوى تاعي تجي كما البقلاوه، مي نتوما لا كان حابينها طريه تقدروا تميهوا العسل تاعكم. بعد ما طيبنا برج الجزائر وعسلناهم وسي بون ونحينا الكوردون هذاك اللي على الجنب، درك في بلاصه هذاك الثقب اللي كان محطوط فيه الكوردون رايحين نحطو هاد لي بول اللي خاصين بالتزيين واللي اخترتهم باللون الاحمر.
وزدت في الأخير زهرة خضراء هكا باه نمد ألوان العلم الجزائري، الأبيض والأحمر والأخضر. شوفوا لي الحبة الحلوة كيفاه قعدت على القوام تاعها، ما هبطت ما تنفخت ما تشققت. تبعوا لي زاستوس اللي عطيتهم لكم في لا فيديو وراحين تنجحوا فيها من اول استعمال ولا من اول محاولة. وشوفوا لي هذيك التحفة الفنية يا فراشاتي، حبيتو ولا ما حبيتو؟ انا الصراحة حبيت. جات بسم الله ما شاء الله، فخامة، أناقة، بنة، بريستيج. واللي خير من هادو كامل وش هي؟ ألوان العلم الجزائري، زادها جمال على جمال. هاد المرة يا فراشاتي نطلب منكم في التعليقات كامل سونز اكسبسيون، كامل تحطولي العلم الجزائري في التعليقات، حابة نشوفو في كامل تعليقاتكم من فضلكم. وهكا نكون وصلنا لنهاية لا فيديو، ان شاء الله كون فتكم ولو بالقليل، وان شاء الله تجربوا الوصفة هذه وتريوسيو فيها، وحتى نتلاقاو في وصفة جديدة وفيديو جديد وحلوة جديدة. نقولكم فراشاتي سلام، وما تنساوش تجمجمولي، وما تنساوش الضرب والضرب.